اسقني يا شقي من شراب الباقي بالولي الرقي الحبيب الصمد يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوالي كتب الأقوال الحبيب الصمد قبول لأقطاب فتح للأبواب من أتاه ما خاف وأضي بالغفران يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوالي كتب الأقوال الحبيب الصمد هو غوث منيع هو رازق دافع هو شيخ عظيم هو غوث الأمان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوحي كتب الأقوال الحبيب الصمد ناديه إن خطبوا قدها أو كرهوا أو جفاك الحب البدن يا سمان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوعد كتب الأقوال الحبيب الصمد ناديه إن خطبوا قدها أو كرهوا أو جفاك الحب البدن يا سمان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوعد كتب الأقوال الحبيب الصمد ناديه إن خطبوا قدها أو كرهوا أو جفاك الحب البدن يا سمان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوعد كتب الأقوال الحبيب الصمد وصلاة ربي تغشى خير نبي وجميع الصابر ثم على العدنان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوعد كتب الأقوال الحبيب الصمد فتركتكم ريح على عين يسري وتبت يجري دمع صاحبي والغنم يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوعد كتب الأقوال الحبيب الصمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجد إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البني ومن نصب الطيب تعطرت الطرق والمنال
ذكري تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عد قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad dengan bismillah kami mulakan alhamdulillah kami sertakan salawat salam kami haturkan Nabi keluarga sahabat ikutkan sekumpul komplek Raudhah Musalla kita dan zikir salawat dibaca terang cahayanya inari majlisnya tercurah banyak rahmat Tuhannya sekumpul mengumpul banyak ulama kumpul bersama hadir majlisnya seorang guru lautan ilmunya Syekhuna Zainuddin ta'limnya berbagai ilmu diajarkannya segala ilmu fardu ainnya tauhid dan fikih juga tasawufnya semoga Allah balas jasanya duhai guru ayah kami engkau mendidik bimbing roh kami engkaulah pewaris para nabi yang berluaskan sunnahnya Nabi Yahya sekumpul Allah masyhurkan berbagai ulama habaib datangan berbagai penjuru dunia datangan maka Hadramaut tak ketinggalan seorang ulama Allah kompetkan suaranya merdu wajahnya tampan tinggi berat badannya indah menawan siapa katamu tunduk dan sopan
Musola Raudhah tempat ngajarnya, bermacam ilmu serta wiridnya. Sebagai ulama ikut nabinya, yang Islam padanya amat banyaknya. Beliau terkenal murah hatinya, murah hartanya, sosial hatinya. Setiap tamu dan yang mu'alafnya diberinya duit dengan kasihnya. Masjid Martapura dan pesantrennya ikut menaruh dengan amalnya. Hasilnya puas banyak dapatnya, berkah ilmunya, berkah gurunya. Sekumpul masyhur terbanyak muridnya, lebih 10.000 orangnya. Terlebih-lebih waktu maulidnya, komplek sekumpul tidak memuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsyadnya, keturunan bayan itu masyhurnya. Betapa senang hati datuknya lihat cucunya dengan suksesnya. Betapa